تعالوا نروح للدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح والخبير القانوني. مساء الفل يا دكتور، وحشنا جدا. مساء الخير يا كابتن شوبير، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. ازاي حضرتك؟ كله كويس؟ تمام الحمد لله يا كابتن. بالتأكيد يعني أنت مستمتع كخبير قانوني، كل شوية عندك قضية يا محلاها يعني. فما رأيك في القضية الأخيرة وأنت تعيش في دولة الإمارات؟ وهل من الجائز حدوث مثل هذه القضية في دولة الإمارات؟ والله يا كابتن شوبير ليس من الجائز اصلا ان القضيه دي تتعمل في العالم ككل يعني. هي اتعملت عندنا بقى، احنا حبينا نعمل لك الجائز يا فندم، فاحنا عايزين نبسطك بس يا فندم، اتفضل. شوف يا كابتن شوبير، طبعا هو الاتحاد لم يتعامل مع القضيه من البدايه بصوره علميه وبصوره احترافيه. كان من المفترض ان انت دلوقتي احنا كوسط اعلامي وكمشاهدين وكمتابعين في لبس كبير جدا مين الصح؟ هل هناك خطابات فعلا وردت بتأجيل المباراة، بإقامة المباراة يوم الأحد، بإقامة المباراة يوم الثلاث؟ هناك أقوال من هنا، كان هناك أقوال من هنا. أنت عندك متحدث إعلامي، أيوة. عندك مركز إعلامي، أيوة. راجل إعلامي على أعلى مستوى، الأستاذ أسامة إسماعيل على ما أعتقد. طب خلينا نفرق، عندي راجل إعلامي على أعلى مستوى أسامة إسماعيل أوافقك، لكن مركز إعلامي على أعلى مستوى أقول لك آسف بعتذر لك، هذا الكلام غير صحيح. من المفترض ان انت يكون عندك مركز اعلامي محترم، انت اتحاد كبير، انت اتحاد دولة كبيرة هي اللي مؤسسة الاتحاد الافريقي. نعم. اشكالية زي دي هزت الرأي العام، اثار الصورة يا كابتن شوبير التي صدرت واحنا بره الدولة وشايفين المنظر ومدى قوة وقسوة المنظر، ان فرقة كبيرة بحجم نادي الزمالك وينزل الحكم ومصر المقاصة نزلت والزمالك ما يجيش، منظر سيء جدا يا كابتن شوبير. احنا في اشكاليه، من الصادق؟ هل رئيس نادي الزمالك الصادق ام اتحاد الكره الصادق؟ مؤتمر صحفي تدعى فيه كل الاعلاميين، تجيب الخطابات، تجيب المراسلات، تجيب جدول الدوري، المسابقه او البطوله دي والمباريات دي فين بالظبط، ويتم عرض هذا الامر على الراي العام عشان نقدر نخرج بمن هو الصادق. برضو يا دكتور فضل، يا دكتور محمد، انا مال انا ومال مؤتمر صحفي ومال راي عام؟ انا يا فندم بتكلم على لوائح. اللي عايز يقول للرأي العام يقول للرأي العام، اللي عايز يعمل مؤتمر صحفي، اللي عايز يعمل مؤتمر عالمي. اللوائح محسومه يا كابتن شوبير، مش محتاجه مناقشه. طيب يا دكتور يعني انا عايز اسالك، نفترض ان هذه الازمه في دوله الامارات، نفترض، خليك معايا افتراض جدلي، افتراض خيالي، هل من الممكن انه نادي العين يقول لك لا، او نادي النصر يقول لك لا، او نادي الشباب يقول لك لا، او نادي الجزيره يقول لك لا، او نادي الاهلي يقول لك لا؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. طيب ليه بقى يا دكتور؟ لان في قانون صارم بيطبق، في رضع، لكن انت حضرتك بتطبق القوانين بالجلسات الحبيه. انت كم من الاشكاليات وقعت فيها كره القدم المصريه، ويجي الوزير ويجي المسؤول الاتحاد ويجي ويتحل الموضوع بالتراضي. طيب خليني اقول لك، مثلا عندنا في بعض الرسائل محمود حسين بيقول المشكله دي ما تحصلش لما يكون في لجنه مسابقات محترمه بعيدة عن المصالح، وجدول دوري من اول الموسم بمواعيد محددة. احنا ما بنعرفش ننظم اسبوعين في الدوري على بعض، وعايزين نبقى ننظم بطولات ونروح كاس العالم. ازاي يا دكتور؟ لجنة المسابقات يجب ان تكون لجنة محترفة يا كابتن شوبير. نعم. والناس دي بتتقاضى ورواتب، مفيش حاجة اسمها عمل تطوعي في اتحاد. نعم. مفيش حاجة اسمها تسأل رئيس لجنة ولا رئيس كذا يقول لك انا متطوع ما تحاسبنيش، مفيش حاجة اسمها كده. في لجنة محترفة تدير هذه المسابقة، عندك لائحة، عندك نص بيقول لك في المادة 46 ان في حالة انسحاب اي فريق خصم 3 نقاط واعتبار الفريق مهزوم، و3 في نهاية الموسم، و200,000 جنيه غرامة. كل هذه الامور عندك نصوص طبق من اول يوم، نفس اليوم اللي حصل في الانسحاب قرار او اجتماع طارئ، يطلع القرار، ما تسيبش الامور للجدل وتحسب النتيجة مباشرة. الزمالك بيقول اني بلغت متأخرا جدا وبالتالي معايا الحق، ايه رأيك؟ هل بلغ بخطاب رسمي؟ الزمالك بيقول ان انا الخطاب جه متأخر وبالتالي انا معايا الحق، ووجودي النهارده في الملعب بيحفظ لي انا ال3 نقاط، واللي منسحب هو مصر المقاصة مش انا. ما عشان كده يا كابتن شوبير انا قلت لحضرتك احنا عندنا اشكالية في تاريخ الخطابات. القواعد العامة في الدول كلها بتقول ان من حق الاتحاد انه يغير المباريات او الموعد المباراة في غضون 72 ساعة قبل المباراة. نعم، هجيب لك تاريخ الجواب وحضرتك معايا على الهوا، لكنه برأي حضرتك يا دكتور، هل هو
التخبط اللي داخل في الاتحاد ان كل واحد في الاتحاد رئيس اتحاد، ولا هو قوة رئيس نادي الزمالك اللي بيقول ما حدش يقدر يخصم لي نقطة، ولا النظام الكروي كله في مصر فاسد؟ يا كابتن شوبير انت عندك برامج، المذيع عضو مجلس ادارة، والضيوف اعضاء مجلس ادارة، ومحللين المباريات اعضاء مجلس ادارة. ده فين في العالم؟ والمذيع بيسأل الضيف انت ايه رأيك والكلام ده كله، وهم اعضاء هم الثلاثة ولا الاربعة في مجلس الادارة. نعم. انت عندك اشكالية يا كابتن شوبير ان الاتحاد غير محترف، ادارته مش شرط انه يبقى محترف ان هو يتقاضى رواتب. الاحتراف معناه ان انت تدير منظومة العمل بطريقة مؤسسة. المشكلة كمان ان انت رئيس الاتحاد عضو دولي، يعني مر بالخبرات الكبيرة على شاف كل دول العالم، شاف كل الاتحادات في العالم. هل هو مش قادر ينقل الصورة؟ يعني ما راحش الاتحاد الفرنسي، ما راحش الاتحاد الالماني، ما راحش الاتحاد الانجليزي، ما راحش الاتحاد. طيب سيبك من الاتحادات دي عشان الاتحادات دي وحشه واحنا ما بنحبهاش. خلينا اسالك العربيه يا كابتن شوبير، الاتحاد العماني رقم 10 على مستوى العالم في العمل الاداري، الاتحاد الاماراتي رقم 20 على مستوى العالم في التصنيف الاداري. طيب خليني بس اسالك او انت ضيعت مني السؤال. لكن انا كنت هسألك هل من يدير الدوري عندكم في الامارات؟ لجنة الدوري لجنة المحترفين بعيدة عن اتحاد الكرة تماما. ليس اتحاد الكرة ليس له علاقة بالدوري الممتاز. مش مروان بن غليظة رئيس الاتحاد؟ لا لجنة دوري المحترفين من الناحية التسويقية ومن الناحية التنظيمية من كافة الامور لجنة دوري المحترفين. مين اللي بياخد العقوبات وبيحط جدول المسابقة والحاجات دي يا دكتور؟ لجنة المسابقات الذي تندرج تحت مظلة إدارة لجنة المحترفين، لأن مش اتحاد الكورة. لا، في دوري المحترفين يا كابتن أحمد لما تطبق الاحتراف الحاجة الوحيدة اللي تندرج تحت مظلتك المسابقات. شؤون اللاعبين والحكام يديرها الاتحاد عشان لازم يبقى في طرف حيادي. لأن شؤون اللاعبين هيحصل نزاع ما بين الأندية اللي هي أعضاء في الرابطة، والحكام ما ينفعش الأندية هي اللي تعين لنفسها. فبالتالي المسابقات فقط هي اللي بتندرج تحت مظلة لجنة دوري المحترفين، وشؤون اللاعبين والحكام تندرج تحت مظلة الاتحاد. طيب دي الاتحادات الوحشة اللي هم الامارات وعمان والناس دي، عشان بس الناس تبقى عارفة. هنا عايز اقول لك انه الخطابات اللي جاية الموافقة على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن اقامة المباراة المشار اليها يوم الاحد 16/4 باستاد بتروسبورت الساعة 7 بدون جمهور. يعني واضح ان الطلب كان من الاتحاد المصري. نعم. ده مبعوث من السيد مساعد اول وزير للامن سيادة اللواء عادل رشاد، مساعد الوزير لقطاع الامن لاتحاد الكرة المصري يا فندم. هنا بقى في مشكلة يا كابتن شوبير خلي بالك منها. نعم. ان الامن لما بيخاطب الاتحاد الوطني من المفترض ان الاتحاد الوطني لما يطلع الخطاب للاندية لا يشير للامن. يقول له انا عاوز اجل او الماتش هيبقى في كذا، لان هو اللي مسؤول عن المسابقه. ما يقولش انا باجل عشان الامن قال، حتى لا يعتد بذلك تدخلا حكوميا. تمام. فبالتالي الخطاب ده واصل امتى لنادي الزمالك؟ لو واصل في غضون ال 72 ساعه قبل اقامه المباراه الخطاب صح، يبقى مفيش مشكله. مشكله. طيب انا بشكرك يا دكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين.